الفكرة الأولى قصيت مستطيل من الفوم البيج طوله 22 سنتي وعرضه 4 سنتي، لفيته على القلم عشان اخد مقاس القلم، وثبته بأي مادة لاصقة ويستحسن تكون سايلة. الاسطوانة اللي طلعت معايا هقفلها من جنب واحد بس بالفوم البني، ما عنديش بني ممكن استخدم اصفر او اسود زي ما حضراتكم شايفين كده. بنفس الفوم قصيت مستطيل عرضه سنتي وطوله مقاس نفس دوران الاسطوانة، بدأت اقص مثلثات زي ما حضراتكم شايفين كده. وثبته على الاسطوانة زي ما حضراتكم شايفين كده. قصيت كمان مستطيل من الفوم بأي لون تفضلوه، عرضه 3.5 سنتي وطوله مقاس نفس دوران الاسطوانة. قسمته بخط كده بحيث يكون جنب 2 سنتي وجنب التاني 1.5 سنتي، وبدأت على من النص كده على الخط بدأت اخد علامة كل سنتي ونص. السنتي ونص اللي علمته هبتدي اطلع منه بمثلثات من الجنب اللي هو مقاسه 2 سنتي، وهبتدي افرغ كل المثلثات زي ما حضراتكم شايفين كده. قفلت الجناب على بعض وثبتهم بأي مادة لاصقة، يستحسن تكون سايلة. ليه دايما بقول مادة سايلة؟ لأن الفيديو النهاردة يستحسن تبعدي عن الشمع خالص وتستخدمي مادة لاصقة تكون سايلة وتكون شفافة. المثلثات اللي طلعت معايا هبتدي اقفلها على بعض كل واحد قدام التاني زي ما حضراتكم شايفين كده. كده بان خلاص انا بعمل ايه. انا بعمل كاب، هقص كمان دايرة صغيرة وهثبتها على الكاب من فوق. عشان اعمل رفرف الكاب او البندانة اللي بتبقى قدام
هاخد شكل الكيب من قدام زي ما انتوا شايفين كده، هبدأ ارسمه، ومن فوق هبتدي ارسم خطوط كده عشان ابين شكل البندانة من قدام. ولو صعب عليكي ممكن تجيبي كاب قدامك وتصممي نفس شكل البندانة عشان تظبط معاكي. هو ده كده هيكون شكله. بثبته في المكان ده كده، بثبته بمادة لاصقة تكون سايلة. تمام، انا يعني بنبهت كذا مرة في الفيديو ده عشان ده مهم جدا. آه، انا بعمله بالشمع، بس يستحسن بمادة لاصقة تكون سايلة عشان يطلع الشغل معاكي نضيف. ده كده شكل الكيب بعد ما خلص. يا رب يكون سهل وبسيط عليكم. بلبسه بقى في الاسطوانة اللي عملتها بالشكل ده عشان يبان بقى الشكل. ترسمي الملامح اللي انت عايزة ترسميها. ممكن تجيبي العيون، اللي هي العيون الجاهزة اللي بتتباع في المكتبة، بتبقى برضو شكلها جميل قوي. ممكن ترسميه بالقلم كده زي ما انا برسم. الكاب ممكن يتلبس كده من قدام وممكن من الجنب، ودي حاجة الأطفال هتتبسط منها قوي. يا رب الفكرة دي تكون عجبتكم. الفكرة التانية هتكون للبنوتات. عملت نفس الاسطوانة وقصت مستطيل أطوال أضلاعه 4 و3 سنتي، تنيته زي ما حضراتكم شايفين كده، وبدأت أقصه عشان أعمل قصة. يا رب يكون الفيديو واضح. جبت مكوة شعر أو ممكن ملابس عادية، وحطيتها على درجة حرارة عالية، وهي سخنة كده بحطها على طول على الاسطوانة عشان تاخد تدورة الاسطوانة، وبثبتها كويس. قصيت كمان مجموعة مستطيلات، والأحسن يكونوا قد بعض، وبدأت أشرشرهم كده بالمقص عشان يدوني شكل الشعر. جبت المكوة وبرضو حطيته على المكوة كده درجة حرارة عالية. بدأت أسويهم وأتنيهم لتحت عشان يديني شكل الشعر.
عملتهم كلهم بنفس الطريقة. بدأت أثبتهم على بعض. بثبت الأولى والتانية بثبتها فوقيها، باخد من الأولانية حوالي 2 مللي بس وبثبتها عليها عشان يديني شعر كثيف كده ويديني شكل الشعر. بدأت أقص كل الزيادات. عشان يديني شكل الوش بدأت من أقص الشعر من قدام زي ديجراتيه كده. رسمت لها ملامح ولبستها كاب. يا رب تكون الفكرة دي عجبتكم. الفكرة التالتة برضو هتكون للبنوتات. الفيديو ده كمان عملت نفس الاسطوانة، قصة مستطيل عرضه سنتي وطوله نفس مقاس دوران الاسطوانة. هبتدي اقصه زي ما حضراتكم شايفين كده من الناحيتين. هنزل حوالي سنتي من تحت السنتي. هبتدي اثبت المستطيلة زي ما حضراتكم شايفين كده، بثبتها من ورا وبعدين هبتدي الفها لقدام وانا بثبتها بالشمع او باي مادة لاصقة تكون سايلة هتكون احسن طبعا. عشان اعمل الشعر جبت فوم البني وبدأت اقص زي خيوط كده رفيعة. جبت 3 وثبتهم في بعض. ثبتهم بالحرارة بمكوة الشعر او بمكوة عادية او حتى لو عندك بكبريت او ولاعة.
تضغطي عليهم بعد ما تسلطي عليهم الحرارة هتلاقيهم سبتوا مع بعض. هبتدي اعملهم ضفيرة وبثبتهم من الناحية التانية بنفس النظام برضو بالمكوى. ده كده هيكون شكلها. عملت كذا واحدة. بدأت اثبتهم من فوق المستطيل على طول اللي انا ثبته على الاسطوانة. هبدأ اثبتهم كده ورا بعض عشان اعمل شكل الشعر من فوق زي ما الفيديو موضح. وده كده هيكون شكل الشعر. عشان اعمل ربطة البندانة جبت فوم بنفس الفوم اللي عملت بيه البندانة نفس اللون. قصة مستطيل عرضه حوالي سنتي ويكون طول مناسب. تانيته وقصيته اكني بقص فرع شجرة، طبعا ما بقصش للاخر. هو ده كده هيكون شكلها. عشان تديني شكل ربطة البندانة
ثبتهم في بعض. وقصيت زي شريطة صغيرة كده وثبتها في النص عشان تديني شكل حلو. بثبت ربطة البندانة فوق البندانة على طول في الجزء ده. وده شكلها بعد ما رسمت الملامح. عشان ما عنديش فوم ملون بدأت أنقط بالقلم الأسود على البندانة زي ما حضراتكم شايفين كده، هيديني شكل مختلف وشكل جديد. دي الفكرة التالتة بعد ما خلصت. يا رب تكون عجبتكم. ودي الأفكار التلاتة، أفكار سهلة وبسيطة، يا رب تكون سهلة وبسيطة عليكم. إذا عجبتكم متنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، متنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.